تيتا يا تيتا قومي شوفي الفانوس، رمضان جانا هلت عليه شموس، نوره بيلمع ألوانه حلوة كتير وبيعزف أحلى أغاني الشهر الكريم. أهلاً أهلاً لولي حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة يا سكرة. وحضرتك طيبة يا أحلى تيكا. يا تيتا شوفي جبت إيه، فانوس بيغني وحوي يا وحوي وحلو يا حلو. جميل يا حبيبتي. تعرفي يا تيتا، هو إحنا ليه بنعمل كل ده؟ ومين أول حد علق فانوس وقال رمضان كريم؟ قوليلي، أنا معرفش. هقولك يا تيتا، من حوالي 1000 سنة لما الخليفة المعز لدين الله دخل القاهرة بالليل، المصريين طلعوا يستقبلوه بالفوانيس والشموع، ومن يومها الفانوس بقى هو بطل الحكاية. واو، دي معلومة جميلة. يعني الفانوس ده كان زمان شمعة بجد، وكانوا بيعلقوه على مآذن الجوامع عشان الناس تعرف وقت الإفطار ووقت الإمساك. وبالنسبة للحلوى الكنافة والقطايف، بدأت كأطباق ملكية بتتقدم في قصور الخلفاء، وبعدين بقت عادة عند كل المصريين. طيب، والمسحرات اللي بيخبط على الطبلة بالليل ويقول اصحى يا نايم، ده برضه من أيام الفاطميين؟ المسحرات يا تيتا ده حكايته حكاية. زمان كان والي مصر بنفسه هو اللي بيمشي في الشوارع ينادي الناس، وبعدين الموضوع اتطور وبقى فيه فن وشعر وطبلة بتصحصح النايمين بكل حب. أكتر حاجة مميزة في رمضان يا تيتا هي إيه في رأيك؟ في رأيي أكتر حاجة هي الروحانية والتجمعات العائلية الدافية. طيب، وإيه معنى كلمة وحوي وكلمة حلو؟ دي بقى فزورة يا تيتا، أول حد هيجاوبها صح في أول تعليق هعمله أغنية باسمه أو اسم أي حد عايز يهديله الأغنية. ما تنسوش لو بتحبوني تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت.